السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم علي بهذا العراق. اليوم جايب لكم درس طريقة تبييض البشرة في برنامج فوتوشوب 6. أوكي أحبابي، نبدأ الشرح. هذا بفتح برنامج فوتوشوب. طبعا الدرس جدا رائع وحلو أيضا. انتظر البرنامج لما يقوم بالفتح شباب. هنا نضغط يس. هنا شباب، هاي الصورة راح أعملها تبييض أكثر للجوانب الصورة، أعملها تبييض أكثر إن شاء الله في برنامج فوتوشوب 6. أوكي انتهى البرنامج لا يقوم بالفتح. شباب طبعا رابط يعني تحميل برنامج فوتوشوب 6 جدا رائع، وهو أيضا جميل جدا. برنامج فوتوشوب 6 يمكن لك عمل تأثيرات جدا جميلة، يعني أفضل يعني من برنامج فوتوشوب 5. أوكي أحبابي، نذهب إلى فلين، نضغط أوبن. سأختار الصورة دي. أوكي شباب، هاي الصورة راح أبيضها أكثر من الجوانب تاع الصورة تاع الوجه. أوكي شباب، نذهب لهنا لهاي الأيقونة ونعمل، نذهب لهذه الأيقونة تشبه الناظور، نضغط عليها. هنا نختار حجم، يعني الحجم تاع التبييض. اوكي مثلا انا راح ابيض الوجه هذا شباب. تبييض من جميع الجوانب. يمكن الاختيار ايضا اكبر، يعني هذا شباب الحجم الدائرة بتاع التبييض. انا راح اختار 60. شباب ضفت لها تبييض الوجه. يمكنني ايضا تسمير الوجه. شباب نضغط على هذه اليد، نعملها تسمير كما تلاحظون قام التسمير القليل. أوكي نذهب لهنا التسمير أكثر. شايف شباب، يعني قدرت أسمر. أوكي هذا يعني راح أعيد يعني الخطوة حتى يعني أرفوها أكثر. أوكي شباب، نذهب لهذه الأيقونة، نذهب إلى المكبر، الأيقونة تشبه المكبر، نضغط على جوانب الصورة نقوم بتبييضها. يا شباب قدرت أن أبيضها. أوكي شباب الآن راح أقول لكم الفرق بين الصور. أقول لكم الفرق بين الصور. أوكي راح أقوم بتبييض هذه الصورة وذهاب للصورة الأصلية. راح أقول لكم الفرق بين الصور. يعني شباب الفرق واضح ورائع أيضا. شباب الدرس إن شاء الله يكون عجبكم، وهو درس جدا بسيط ورائع. إن شاء الله يكون عجبكم. مع تحيات أخوكم علي بهذا العراق. لا تنسوا الاشتراك في قناتي يصلكم كل ما هو جديد، وشكرا.